الدكتورة أماني فاخر، عضو مجلس الشيوخ، أستاذ الاقتصاد الدولي والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة حلوان. الحقيقة في البداية طبعا كل الشكر والاعتزاز والفخر بالثقة الغالية التي ولادي بها القائد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعييني عضوا في مجلس الشيوخ. الحقيقة يعني كل الاعتزاز والثقة والمسؤولية أيضا أن أكون عضوا فاعلا في خدمة الوطن من خلال هذا الموقع. على الجانب الآخر يعد هذا التعيين ومجموعة من السيدات والقامات داخل مجلس الشيوخ هو تأكيدا أيضا للدور اللي بتقوم به المرأة المصرية والتي تدعمها القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى حينما أعلن سيادة الرئيس أن المرأة شريك في صناعة الوطن وفي مستقبل الوطن وفي تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الخاصة بالوطن. لا شك أن هناك العديد من الملفات والجوانب الخاصة والتي تعد من اهتمامات المجال النيابية في هذه المرحلة الهامة في تاريخ الوطن، ولعل الجانب الاقتصادي بيشغل الجميع وبيعد من الملفات الهامة خلال هذه المرحلة الهامة، وعلينا أن نشيد بالجهود التي بذلت خلال الأكثر من 10 سنوات الماضية وسط تحديات داخلية وتحديات خارجية وظروف كبيرة جدا استطاعت الدولة المصرية أن تحقق العديد من الإنجازات، وليس بشهادتنا نحن كمصريين وكمتخصصين ولكن بشهادة المنظمات الدولية التي أعلنت خلال الفترات الماضية عن توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري بشكل كبير وعن رفع كثير من المعدلات مثل معدلات التصنيف الائتماني الخاصة بمصر، والتي لا شك بترفع من الوضع الاقتصادي الخارجي بالنسبة لمصر وتضع الكثير من الثقة في جذب العديد من الاستثمارات ودعم العلاقات الاقتصادية والسياسية للدولة المصرية. وبالتالي فيعد هذا الملف من الملفات الهامة. نحن في مرحلة هامة علينا أن نستكمل خطوات هذا البناء بشيء من التنسيق، بشيء من التكامل، حتى نستطيع أن نحقق أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية ونكون على مصاف الدول المتقدمة التي لسنا ببعيد عنها في هذه المرحلة الهامة. كذلك على الجانب التعليم هناك أيضا ملف هام جدا وهو الربط بين البحث العلمي ومستهدفات الدولة الاقتصادية، أي لأننا لدينا العديد من العلماء من المتخصصين التي نستطيع منها من خدمة البحث العلمي بشكل واقعي وعملي في تحقيق أهداف وربطها بأهداف التنمية الخاصة بالدولة.